إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيام قليلة لا تتعدى أصبع اليد الواحدة تفصلنا عن شهر التوبة والغفران والصيام والقيام، وها هي الحلويات المغربية التي ربما قد تكون الأنامل الذهبية للمرأة المغربية التي تحضرها لهذا الشهر الكريم. فجميع هذه الحلويات تكون في الموعد على مائدة الإفطار في بيوت الصائمين، وربما قد تكون هذه الشركة التي يديرها أحد المغاربة المتألقين والذين ما شاء الله تكلمت عنهم الصحافة الفرنسية وحتى الدولية عن هذه المنتجات اللذيذة التي كثيرا ما يتسابق إليها المسلمون وحتى الأجانب لأكلها، وذلك نظرا للذتها وطعمها الذي ربما قد يجعل الإنسان يتعطش ويشتاق لأكل مثل هذه الحلويات. نعم، تمر الأيام وتبقى الذكريات منقوشة في ذاكرة الإنسان، ويتذكر الإنسان الحفلات العائلية المغربية من حفلة العقيقة وحفلة عقد قران وحفلات الزفاف، حيث تكون هذه الحلويات دائما في الموعد وكثيرا ما يتناولها المدعوون. وكل هذه الحلويات مصنوعة هنا في إحدى المختبرات بمدينة باريس، وربما قد يكون لضيق الوقت سوف أعود إليكم في الأيام القليلة المقبلة. متمنياتي لكم بشهر مبارك سعيد، وأعاد الله أمثال هذه الذكريات الدينية عليكم وعلى أسرتكم الكريمة وعائلتكم الطيبة بمزيد من اليمن والخير والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبون.